حملة الهدم. مش بصح المونديال هو السبب. الا كنتي من دوك الناس اللي كتصدموا كل صباح من تصاور الهدم اللي كنشوفو وكنتي كتقول هادشي غير في العشوائيات، فاليوم غادي نقول لك بلي القصه تبدلات. الحمله اللي كتشوفوها دابا ماشي ديال العشوائيات والفقراء بوحدهم، لا، هاد المره حتى الفيلات الفاخره والقصور ديال الناس الكبار وصل الدور ديالها. كاين اللي كيقول بلي هادشي كامل على ود المونديال ديال 2030، ولكن واش بصح غير الكره هي اللي ورا هادشي كامل ولا كاين شي حوايج اخرى من تحت الطبله؟ شنو هو الثمن اللي غيخلصوا المواطن العادي على هاد النهضه العمرانيه؟ واش كاين شي ضمانات؟ وقبل ما تفكر تشري شي دار ولا تبني شي حاجه خاصك تعرف هادشي مزيان باش ما تطيحش في شي مشكل. الموضوع خطير وكيهم كل واحد فينا، خليكم معنا باش تعرفوا كل شيء. الفتره الاخيره البلاد كلها كتفيق على واقع حمله غير مسبوقه ديال الهدم. هذا ماشي غير العشوائيات اللي مولفين كنشوفوه، بل وصل حتى الفيلات الفاخره والقصور والعمارات الراقيه ديال الناس الكبار، وعندهم نفوذ في العواصم والمدن الكبرى. السبب اللي كيقولوا هو مشاريع المونديال 2030، تجهيز البنيه التحتيه، ملاعب، طرق، محطات ومرافق كبرى بمعايير عالميه. ولكن واش هادشي كامل غير على ود المونديال او كاين شي حوايج اخرى وعميقه بزاف؟ واش ولينا بصح في مرحله الخطوط الحمراء في التعمير؟ وشنو هو الثمن اللي ممكن نخلصوه كاملين على هاد التهيئه الكبرى؟ وكيفاش هادشي غيأثر عليك انت كمواطن؟ كاينين بزاف ديال الاسر بالليل ونهار لقات راسها بلا دار، وكاين الناس اللي ضروا بزاف وعطاوهم تعويضات قليله بزاف. فقبل ما تفكر تشري شي دار فكر مزيان. المشهد اللي كنشوفوه اليوم في العاصمه الاداريه للمملكه ما مولفينش نشوفوا الهدم ديال المنازل القديمه اللي قاومت عقود، والسبب الرسمي هو مشاريع المونديال. المفاجاه الكبرى هي ان الهدم وصل حتى الاحياء الراقيه اللي الناس كانوا كيقولوا الدوله ما غتقدرش تهدمهم. حتى شفنا قصور فاخره وفيلات وعمارات فخمه تحطت في قائمه ازاله. لكن كاين كلام على ان الاسباب اعمق بزاف، وكتقول ان هذا المونديال هو مجرد واجهه. كبار المقاولات العقاريه ورجال الاعمال كيتعاونوا باش يستحوذوا على الاراضي الذهبيه اللي غتحرر بعد الازاله. النقطه المثيره للاهتمام هي ان بعض اصحاب الفيلات الفاخره اللي كانوا البارح كيتفرجوا على سكان الاحياء الشعبيه وهما كيغوتوا لقاو راسهم اليوم في نفس الموقف. هادشي خلى بزاف ديال التساؤلات. واش هذه عداله عمرانيه ورساله واضحه بان الكل سواسيه امام المنطق الهدم والترحيل واعاده البناء؟ العاصمه ما غتبقاش كيف ما كانت، احياء كامله غتختفي من الخريطه وغادي تجي احياء اخرى جديده بملامح عصريه، والاسعار ما يقدر عليها غير الاثرياء. هادشي كيطرح سؤال كبير: واش هادشي مشروع وطني ضخم غيدخل المغرب تاريخ التنظيم العالمي من بابه الواسع، ولا حلم جميل ممكن يخلص المواطن البسيط الثمن ديالو غالي؟ المفاجاه اللي صدمت الراي العام الوطني ماشي غير في المسطرات النزع الملكيه بوحدها، ولكن في الحجم نوع العقارات المستهدفه. كنهضروا على فيلات فاخره وقصور كيمتلكوها رجال اعمال وسياسيين معروفين وحتى شخصيات دبلوماسيه مقيمه في الرباط. هادشي خلى بزاف ديال الناس كيتسائلوا واش المشروع ولا كبر من كل الاعتبارات الخاصه؟ واش حنا قدام لحظه ديال كسر الامتيازات القديمه اللي كانت كتخلي احياء الراقيه خط احمر ما تقربش ليه الجرافات ولا القرارات الاداريه؟ الجدل زاد حده فاش تسربت الارقام على قيمه التعويضات واللي توصفات بالهزيله، اللي كيقول ان متر مربع تحدد 100 درهم فقط، وهادشي كيعتبروه المتضررين عمليه اجبار على البيع باثمنه رخيصه بالحجه ديال المصلحه العامه. القضاء كيستعد النطق باول احكام. كلشي كيتسنى واش العداله غتنحاز لسلطه المشروع الوطني ولا المالكين اللي كيشوفوا في هذا القرار ظلم واعتداء على حقوقهم. كبار الملاك والاثرياء اللي اكدوا انهم ماشي ضد نزع الملكيه وماشي ضد الاقتطاعات اللي طرات لحدائقهم وفيلاتهم فاخره، ولكن بعضهم قال انه مستعد يساهم باش تنجح هذه المشاريع الوطنيه، ولكن كيطلبوا السكن البديل والتعويض الكافي اللي يضمن ليهم سقف امن من بعد ما فقدوا بيوتهم. في الوقت اللي المواطن البسيط كيشوف القرار نزع الملكيه كتهديد مباشر للاستقرار ولقمه العيش. بعض الاثرياء كيشوفوه واجب وطني. دابا ندوزو لاهم حاجه وهي كيفاش تحمي راسك، وشنو هما العقارات اللي خاصك ترد لهم البال مزيان قبل ما تشريها، وشنو كيقول القانون. اخطر نوع ديال العقارات اللي خاصك ترد لهم البال مزيان هي البنايات اللي مبنيه بدون رخصه. الا بغيتي تشري شي دار ضروري خاصك تطلب من مول الدار رخصه البناء، حيت الا ما كانش الرخصه راه السلطات بكل بساطه ممكن يجيبوا القرار من المحكمه باش تهدم لك الدار. اكثر من ذلك هما ما كيهدموش لك الدار مباشره، بل كيعطوك انذار باش تهدمها انت بنفسك، والا ما هدمتيهاش في الاجل المحدد كيجيو هما بالاليات ديالهم وكيهدموها، ولكن المصاريف ديال الهدم كامله كيحسبوها عليك. تاني حاجه، نهار تبغي تشري شي عقار ملي يعطيك مولاه رخصه البناء خذ حتى البلان ديال البناء ديال المهندس المعماري. ضروري تاخذ هذا البلان وتقارن داكشي اللي فيه مع داكشي اللي كاين في الواقع. هنا غتحتاج شي متخصص بحال شي طوبوغرافي او تقني في البناء، راه كلهم كيعرفوا يقراو البلان ديال المهندس المعماري. علاش هادشي مهم؟
حيت حتى الا كانت الدار عندها رخصه ولكن بناو شي حاجه مخالفه للبلان، راه ممكن تهدم لك هذاك الجزء المخالف بكل سهوله. مثلا شي بلاصه فيها 2 طوابق وتلقى العماره فيها 3 طوابق وما كانش عندها البالكونات وداروهم، ما كانوش الكراجات وداروهم، هادو كلهم خروقات ممكن تؤدي الهدم. حتى بالنسبه للتغييرات الداخليه في الدار، مثلا الا بدلتي القياسات ديال الكوزينه او شي حاجه داخليه بسيطه، هذاك الشيء ما كيهدموش عليه، ولكن نهار تبغي تحافظ الدار او البناء كيجيو كيديروا واحد الميزاجور وكيقارنوا داك الشيء اللي في البلان مع الواقع، والا لقاو اختلاف ممكن الدوسي ديالك ما يدوش في المحافظه. كاين واحد النقطه اخرى مهمه جدا للسلامه، هي لاكور او الضوايه. بزاف ديال الناس المهندس كيكون عاطيهم يديروا لاكور، ولكن ما كيديروش هذاك لاكور، ماشي شي حاجه اختياريه بل هي اجباريه في بزاف ديال الحالات، حيت كتدخل في السلامه وعندها علاقه بالوقايه المدنيه. تهويه لاكور ضروريه في البناء، الا ما كانتش فراه الدار معرضه للمشاكل. اما بالنسبه للاراضي اللي ممنوع فيها البناء لشي سبب، هذه خطيره بزاف. باش تعرف واش الارض مسموح فيها البناء، تمشي للوكاله الحضريه وتاخذ واحد الورقه مهمه بزاف، سواء كنتي غتشري بقعه باغي تبنيها او غتشري دار. الا لقيتي ان الارض غير قابله للبناء وهذاك السيد بنى عليها، راه بنا فيها بطريقه غير قانونيه وفي النواخ، واحد النهار ممكن تجي اللجنه وتفتح تحقيق وغيهدموا الدار، خاصه الاراضي ديال الجموع او اراضي سلاليه. هادو خاصكم تردي لهم البال مزيان، كاين تساهل كبير وبزاف ديال الناس كيبنيو فيهم، خصوصا في المناطق المحيطه بالمدن والعالم القروي، بحكم انهم من ذوي الحقوق. ولكن هذه الاراضي بالقانون ممنوع بيعها او تفويتها، واخا الدوله فعلا خدامه على قانون جديد باش تصفي هذه الاراضي وتحول الاراضي ملكيه خاصه، لكن حاليا مازال ما كاين حتى شي حاجه رسميه. بزاف ديال الناس كيشريو ديور مبنيه في الاراضي الجموع وكيعتبروا انهم شراوها، وهذا الشيء اللي ممكن يخلق لك مشاكل كبيره. العمليه ديال الهدم حاليا ولات روتينيه عند السلطات المحليه، ما بقاش غير حملات مبنيه على شكايات، ولينا كنشوفوا دوريات كل نهار ديال الناس اللي مكلفين، خاصه القياد والبشوات اللي كيديروا الضبط في المناطق النفوذ ديالهم باش ما يبقاش فيها مخالفات ديال التعمير. الدوله خدات قرار بان مجال التعمير في بلادنا خاصو يتقيد، بصح المونديال زاد في هذا الشيء، ولكن هاد القرارات بدات قبل ما يعرف المغرب انه غينظم المونديال. الى عجبكم المحتوى ديالي ما تنساوش تدعموني بلايك والاشتراك في القناه.